السلام عليكم. العودة بعد الغياب. النهارده صاحبي جبت لك افضل 15 لعبة كرة قدم زي ما اتكلمنا قبل كده على الواتساب، وقلت لك ان هنزل لك كل العاب كرة القدم على الموبايل اللي تقدر تلعبها على جهازك. النهارده بقى صاحبي جمعت لك افضل 15 لعبة كرة قدم على الموبايل تقدر تجربها في العاب بتعليق عربي وفي العاب بدون انترنت وفي العاب بانترنت تقدر تلعبها مع اصحابك. فصل على النبي عزيزي وما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناة، ويلا بينا نبدا الفيديو بقى على طول. اول لعبة يا صاحبي هبدا معاك بيها وهي لعبة بيس موبايل. لعبة بيس موبايل عندها مجموعة مميزات بتخليها واحدة من افضل العاب كره القدم لو مش هي افضل لعبه. اول حاجه يا صاحبي بتنزل اللعبه وهي تجربه اللعبه الواقعيه. الجرافيكس والرسومات عاليه جدا داخل اللعبه، بتدي احساس واقعي جدا زي المهارات والحركات، وبتظهر بشكل طبيعي جدا زي الضربات الحره والمراوغات. تاني حاجه يا صاحبي بتنزل اللعبه وهي التحديثات الدوريه. اللعبه بتتحدث اسبوعيا عشان تعكس الاداء الواقعي للاعبين في الحياه الحقيقيه، واحداث وتحديات جديده بتضاف داخل اللعبه بشكل اسبوعي. ثالث حاجه يا صاحبي بتنزل اللعبه وهي خيارات اللعبه المتنوعه. تقدر تلعب يا صاحبي ضد الكمبيوتر، وتقدر تلعب منافسات اونلاين ضد لاعبين حول العالم، وبرضه تقدر تلعب مباريات وديه مع اصحابك. المميز في اللعبه انك تقدر تبني فريقك من الصفر وتختار من اشهر اللاعيبه العالميين زي مبابي وليفاندوسكي وزي فينيسيوس وزي ابرز لاعبي كره القدم اللي بنشوفهم داخل الكره الحقيقيه. برضه صعب تقدر تطور اللعيبه وترفع مستواهم باستخدام نقاط وخبرات. خامس حاجه صعبه بتميز اللعبه وهي انماط اللعب التكتيكيه. اللعبه بتمكنك من اعداد استراتيجيات وتكتيكات داخل اللعبه، زي برضه انك تقدر تغير الخطه من 4-4-2 و4-4-3، وتقدر تعدل الخطه على مزاجك. برضه في تحسين مستمر للاسلوب بيديك احساس احترافي داخل اللعبه. الميزه رقم 6 بتميز اللعبه يا صاحبي وهي سهوله الوصول. اللعبه مجانيه وبتشتغل على اجهزه الاندرويد والاي او اس، لكنها بتوفر مشتريات داخل اللعبه او باكات داخل اللعبه عشان تسهل عليك تقدمك داخل اللعبه او تقدر تبني فريق قوي من البدايه. برضه صعب اللعبه فيها تعليق عربي، فلو حبيت انك تجرب اللعبه هتلاقي برضه الرابط بتاعها موجود في الوصف. تاني لعبه معانا يا صاحبي وهي لعبه فيفا موبايل. فيها مميزات هقولها لك بشكل عام كده بتميزها عن الالعاب الثانيه. اول حاجه يا صاحبي بتميز اللعبه وهي الواقعيه داخل اللعبه. جرافيكس عالي جدا وجوده ومؤثرات صوتيه بتخلي تجربه اللعبه اقرب للكره الحقيقيه، وكمان الملاعب متنوعه مع تاثيرات المناخ زي المطر والثلج. تاني حاجه صعبه بتميز اللعبه هو وضع الالتيميت تيم، ودي الميزه الاشهر اللي بتسمح لك انك تبني فريق احلامك من الصفر من الاف اللاعبين المرخصين، ومتاح برضه تطوير اللاعبين واستراتيجياتهم مع انماط اللعب المختلفه. ثالث حاجه بتميز اللعبه البطولات والاحداث داخل اللعبه. تقدر تشارك في بطولات زي دوري ابطال اوروبا، واللعبه بتقدم احداث دوريه زي تحديات اللاعبين والمنافسات الموسميه. رابع حاجه بتميز اللعبه وهي تعدد انماط اللعب. مباريات تنافسيه لاعب ضد لاعب، وتقدر برضه تلعب في وضع نمط الهجوم التنافسي، ووضع المدير الفني اللي بيخليك تتحكم في كل جوانب الفريق. خامس حاجه بتميز اللعبه وصاحبي وهي التحكم السريع. تصميم واجهه التحكم ممتاز جدا ومناسب للموبايل، وبيديك تحكم دقيق وسهل. سادس حاجه بتميز اللعبه التحديثات المستمره اللي بتنزل للعبه. اللعبه بتحدث باستمرار عشان تضيف لك لعيبه جديده وتواكب احداث وانتقالات جديده داخل الكره الحقيقيه. اللعبه مجانيه برضه، لكن فيها باكات وفيها مشتريات داخل اللعبه عشان لو حبيت انك تسرع تقدمك داخل اللعبه. برضه يا صاحبي عايز اقول لك ان اللعبه فيها تعليق عربي، ولو حابب تجرب اللعبه هتلاقي برضه الرابط بتاعها موجود في الوصف. هننتقل للعبه رقم 3 يا صاحبي وهي لعبه فوتبول ليج 2025. اللعبه بتتميز بحاجات كتير جدا بتخليها اختيار ممتاز لمحبي العاب كره القدم على الموبايل، وهشرح لك بشكل عام. مميزات اللعبه كتير زي الجرافيكس وخيارات التخصيص والذكاء الاصطناعي داخل اللعبه، وخليني اخصص لك او اقول لك كل حاجه فيها. الجرافيكس داخل اللعبه بتقدم تصميم ثلاثي الابعاد للاعبين والملاعب عشان تحس وكانك بتلعب ماتش كوره حقيقي. كمان برضه خيارات التخصيص داخل اللعبه، يعني عندك فرصه تختار اللعيبه والفريق من بين الاف اللاعبين والانديه، وكمان تقدر تعدل التكتيكات والخطط على حسب اسلوب لعبك. ثالث حاجه ذكاء اصطناعي متطور داخل اللعبه بتقدم مستوى للذكاء الاصطناعي بيخلي المنافسه ممتعه وصعبه. برضه صعب اللعبه فيها انماط لعب مختلفه، بطولات دوليه زي كاس العالم وكاس دوري ابطال اوروبا، وبرضه فيها دوريات محليه ودوريات عالميه زي الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، فيها برضه دوري مصر ومعظم الدوريات العربيه. خليني اقول لك يا صاحبي ان برضه الحاجات اللي بتميز اللعبه ان موجود فيها لا يقل عن 10 تعليقات او 10 لغات للتعليق، ما بينهم التعليق العربي. سادس حاجه برضه صاحبي بتميز اللعبه وهي التحديثات المستمره. اللعبه بتتابع تطورات الانتقالات الحقيقيه في الكوره، وبتنزل تحديثات لتحديث الانتقالات وخطط اللعيبه، وبرضه اطقم الفرق بتنزل اطقم جديده داخل اللعبه بتجمع بين المتعه والواقعيه، وده بيخليها تجربه فريده. ولو عندك اي استفسار في اللعبه فانا برضه فاتح محتوى على اللعبه هنا على القناه، تقدر تكتب في كومنت اي مشكله بتقابلك وانا ان شاء الله هحلها. خلصنا لعبه فوتبول ليج، هننتقل للعبه رقم 4 وهي لعبه دريم ليج سوكر 2025. حرفيا من امتع العاب كره القدم على الموبايل، واللي بيميزها انك تقدر تبني فريق احلامك من الصفر وتعدل عليه زي ما تحب. ممكن تشتري لعيبه جديده وتطور مهاراتهم، وكمان تعمل استاف خاص بفريقك. اللعبه تديك حريه تختار شكل التيشيرتات والشعارات بتاعه الفريق، وممكن برضه ترفع تصميمات خاصه بيك. غير كده فيها طور اونلاين عشان تقدر تلعب مع ناس من جميع انحاء العالم. حاجه جميله جدا انها سهله في نفس الوقت، بتحتاج شويه تخطيط عشان تقدر تحقق الفوز داخل اللعبه.
خليني اقول لك بقى على المميزات اللي بتميز اللعبه او الحاجات اللي بتميز اللعبه. واول حاجه هي بناء الفريق، تقدر تكون فريق احلامك زي ما قلت لك من الصفر مع لعيبه حقيقيه وتعدل عليهم في المهارات والمراكز. تاني حاجه يا صاحبي بتميز اللعبه وهي التخصيص، زي برضه ما قلت لك انك تقدر تعدل شكل التيشيرت والشعار او تصمم حاجات خاصه بفريقك وترفعها زي الاطقم الخاصه باللعيبه. برضه يا صاحبي من الحاجات اللي بتميز اللعبه وهي الجرافيك، رسومات 3 دي واقعيه جدا مع انيميشن سلس. وخلينا ننتقل للميزه رقم 4 وهي الاونلاين او اوضاع الاونلاين داخل اللعبه. تقدر تتنافس مع ناس حقيقيين من جميع انحاء العالم في وضع الديفيجن، وصدقني ان المباراه بتبقى مثيره جدا. خامس حاجه بتميز اللعبه وهي تطوير المنشات، تقدر تطور الملعب الخاص بفريقك وده بيديك انطباع انك بتملك نادي كره قدم حقيقي وتقدر تطور كل المباني بتاعه الفريق. سادس حاجه صاحبي بتميز اللعبه وهي سهوله اللعب، اللعبه سهله جدا عشان تتعلمها لكن فيها تحديات كفايه تخليها مشوقه. سابع حاجه بتميز اللعبه انها لعبه مجانيه بالكامل وبرضه فيها مشتريات عشان تقدر تسرع تقدمك داخل اللعبه. لو حبيت يا صاحبي تجرب اللعبه هتلاقي الرابط بتاعها موجود في الوصف. هننتقل للعبه رقم 5 يا صاحبي وهي لعبه توتال فوتبول، لعبه كره قدم مميزه على الموبايل وتم تطويرها من شركه جالا او شركه GALA تقديم تجربه كرويه شامله وممتعه للاعبين. اللعبه مرخصه من فيفا برو، يعني تقدر تلعب باكثر من 4000 لاعب محترف داخل اللعبه. خلينا اكلمك على مميزات اللعبه. اول حاجه بناء فريق الاحلام، تقدر تجمع لاعبين من انديه عالميه زي مانشستر سيتي او منتخب المانيا، ونادي مانشستر سيتي هو الشريك الوحيد بجانب منتخب المانيا داخل اللعبه. ثاني حاجه بتميز اللعبه برضه صاحبي الجرافيكس الواقعي، اللعبه بتقدم رسومات 3 دي ممتازه جدا مع انيميشن واقعي للاعب. اوضاع لعب مختلفه ودي برضه من الحاجات اللي بتميز اللعبه، في اوضاع زي الرانكد مود والكراد مود والكاب مود اللي تقدر تعمل فيه بطولات مع اصحابك. اللعبه اونلاين واوفلاين داخل اللعبه. برضه دي من الحاجات اللي بتميز اللعبه انك تقدر تلعب مع ناس من جميع انحاء العالم، او برضه لو ما معكش انترنت تقدر تلعب اللعبه بوضع الاوفلاين. برضه صاحبي من الحاجات اللي بتميز اللعبه التعليق الصوتي العربي داخل اللعبه، بيضيف جو حماسي داخل اللعبه في المباريات دي. برضه صاحبي من الحاجات المميزه جدا هو الحجم الصغير مقارنه بالعاب زي فيفا زي لعبه بيس موبايل. وصدقني يا صاحبي اللعبه ممتازه جدا، جربها من الوصف وقول لي رايك فيها. اللعبه رقم 6 معانا يا صاحبي وهي لعبه OSM او لعبه المدرب الافضل اللي كلنا حرفيا لعبناها. فلو انت لحد دلوقتي ما لعبتهاش خليني اقول لك على شويه حاجات هيعجبوك في اللعبه وهخليك تنزلها بشكل سريع. اول حاجه يا صاحبي وهي الدوريات الحقيقيه داخل اللعبه. اللعبه فيها دوريات وانديه عالميه حقيقيه وده بيخليك تشعر انك مدير فني حقيقي داخل اللعبه. برضه يا صاحبي من الحاجات اللي بتميز اللعبه تخطيط تكتيكي داخل اللعبه، تقدر تختار تكتيكاتك الخاصه سواء كنت عايز فريقك يدافع او يهاجم او يوازن بين الدفاع والهجوم. برضه يا صاحبي من الحاجات اللي بتميز اللعبه انك بتملك حريه كامله في اداره الفريق، تقدر تبيع وتشتري اللعيبه يعني كانك مدير فني حقيقي، تقدر تعمل تعاقدات مع لعيبه وتبيع اللي مش مناسب لفريقك. برضه صعب من الحاجات اللي بتميز اللعبه اللعب مع الاصدقاء، ممكن تدخل دوريات مع اصحابك وتتنافسوا على لقب افضل مدير فني وبقى تخانقوا بقى على مين اللي هياخد الدوري اخر الموسم. خامس حاجه بتميز اللعبه وهي التطوير والتدريب داخل اللعبه، تقدر تدرب لعيبتك وتطور مهاراتهم عشان توسع الملعب والمرافق عشان تزيد ارباح الناس. سادس حاجه بتميز اللعبه صاحبي انها مجانيه وبرضه هتلاقي الرابط بتاعها موجود في الوصف لو حابب تجرب اللعبه. اللعبه رقم 7 معانا يا صاحبي وهي لعبه فوتبول ماستر 2. لعبه فوتبول ماستر 2 بتعتمد على فكره اداره فريق كامل سواء من الجوانب الفنيه او التكتيكيه، ودي ابرز التفاصيل عن طريقه اللعب. بتبدا اول حاجه باختيار اللاعبين بضمهم لفريقك، تقدر تختار لعيبه عالميه من انديه مختلفه ولازم تشتغل على تدريب اللعيبه عشان تقدر تطور مهاراتهم زي السرعه والمهاره والقوه والدقه في التصويب، وكل ده هتقدر تدربهم عليه. ثاني حاجه يا صاحبي بتميز اللعبه برضه هي التكتيكات والاستراتيجيه داخل اللعبه. كل مباراه بتحتاج تكتيكات خاصه وتحتاج استراتيجيه خاصه، تقدر تغير الخطه زي 4-4-2 او 3-5-2 على حسب طريقه لعب الخصم اللي بتواجهه. ممكن برضه تعدل مراكز اللعيبه وتوظف مهاراتهم في المكان اللي يخدم الفريق. خليني اقول لك برضه يا صاحبي ان المباريات داخل اللعبه بتكون حماسيه جدا وتقدر تلعبها بنظام 3 دي، يعني تقدر تتابع المباراه 3 دي كانها بتتلعب قدامك مباراه كده سريعه. المباريات اللي تقدر تشاهدها دي ممكن تكون ضد الذكاء الاصطناعي او ضد لعيبه حقيقيين يعني اونلاين كده لعيبه حقيقيه. برضه صاحبي من الحاجات اللي بتميز اللعبه الدوريات والبطولات داخل اللعبه. اللعبه بتقدم دوريات وبطولات عالميه وكل ما تفوز بتكبر مكانتك وتدخل منافسات اصعب. الفوز بيديك جوائز زي عملات وجوائز لتطوير الفريق. المهام اليوميه داخل اللعبه فيها مهام يوميه زي تمرين وتحقيق نقاط معينه ودي بتساعدك تكسب موارد تطور بيها الفريق. سادس حاجه لازم تاخد بالك منها وهي اداره الميزانيه داخل اللعبه. لازم توازن بين شراء اللعيبه وتطوير الافاد ودفع المرتبات عشان يكون فريقك مستقر اخر الموسم. اللعبه بتطلب تفكير استراتيجي والتركيز على التفاصيل الصغيره، ولو محتاج اي نصائح برضه اكتب لي في الكومنتات وانا هنزل فيديو يشرح لك اللعبه من الصفر. تاني لعبه معانا يا صاحبي وهي لعبه برو ليج سوكر. لعبه بتخليك تعيش تجربه مدير فني لفريق كره قدم وكل حاجه حرفيا في ايدك.
خليني ابدا معاك بطريقه اللعب داخل اللعبه. تقدر تتحكم في اللعيبه وتقدر تضيف الفريق بتاعك، وبرضه فيها عدد بطولات محليه ودوليه زي كاس العالم ودوري اوروبا زي اليورو، يعني بطوله اليورو، وبطوله دوري افريقيا اللي هي الكاف. خلينا برضه صاحب اقول لك ان اللعبه موجود فيها تخصيص تقدر تعدل اسماء اللعيبه زي لعبه فوتبول ليجا بالظبط. وبرضه صاحب اللعبه فيها تحديات زي ذكاء الخصم. مع تقدمك في اللعبه الخصم بيبقى صعب جدا وبيطلب منك خطط ذكيه عشان تقدر تفوز عليه. برضه في تكتيكات لازم تخططها بنفسك، وتشكيلات هتفرق جدا في النتيجه لما تعملها. اللعبه حجمها صغير جدا ومش بتاخد مساحه كبيره على الموبايل، ودي ميزه للناس اللي بتدور على حاجه خفيفه ومسليه في نفس الوقت. عايز اقول لك برضه يا صاحبي ان الرابط بتاعها موجود في الوصف. هننتقل للعبه رقم 9 معانا يا صاحبي، هي لعبه FPS او لعبه فيرست تاتش توكر. بتقدم تجربه شامله لمحب العاب كره القدم، وهنا تفاصيل اكتر عشان تستفيد من كل حاجه داخل اللعبه. طريقه اللعب داخل اللعبه تقدر تتحكم في الفريق بالكامل من اختيار اللعيبه اللي يضمهم للتشكيله وصولا لتحديد الخطط المناسبه لكل مباراه. المباراه بتكون على شكل 3D بحيث تقدر تستمتع برسوم جيده داخل اللعبه وحركه سلسه للعيبه. خليني اقول لك على انماط اللعب داخل اللعبه. عندك يا صاحبي الكارير مود والكويك ماتش والتورنمنت مود وبرده التريننج مود. اول حاجه الكارير مود ده هو وضع اللعبه الرئيسي اللي تقدر تدير فيه فريقك بتشارك في المباريات وتشتري لعيبه وتحقق بطولات. برضه عندك الكويك ماتش اللي عاوز تدخل مباراه مباشره في مباراه بدون اي اعدادات. التورنمنت ماتش وتقدر تشارك في بطولات عالميه ومحليه عشان تقدر تنافس على الكاس. التريننج مود ده مكان عشان تقدر تطور وتدرب اللعيبه داخل الوضع ده، وهو التريننج مود او وضع التدريب. المميزات الشخصيه داخل اللعبه تقدر تعدل اسماء اللعيبه وتقدر تعدل برضه الفرق والشعارات، وتقدر برضه تضيف اطقم خاصه بيك داخل اللعبه. عايز اقول لك صاحبي ان اللعبه لها نسخ او مودات من لعيبه عرب، فيها الدوري المصري والدوري الجزائري والدوري المغربي والدوري السعودي، وفيها دوريات عربيه. فانت لو حابب تجرب اللعبه هسيب لك برضه كذا مود للعبه داخل الوصف، تقدر تحمل اي مود منهم برضه مع طريقه تثبيت اللعبه. خلينا صاحبي ننتقل للعبه رقم 10 معانا، وهي لعبه سكور هيد. هي واحده من افضل الالعاب المميزه لمحبي العاب كره القدم لانها بتجمع بين التحدي والاستراتيجيه، وده شرح تفصيلي لكل جوانب اللعب. طريقه اللعب خلينا اكلمك برضه عن طريقه اللعب داخل اللعبه. اللعبه بتركز على التمريرات والتسديدات الحاسمه، يعني بدل ما تلعب المباراه كامله بتتعامل مع لحظات معينه زي التمريره الاخيره او تسديده الهدف. كل مستوى هو عباره عن سيناريو لمباراه لازم تنجز المهمه المطلوبه، يعني زي مثلا لازم تسجل هدف او عمل اسيست. عندك حريه في رسم مسار الكره بايدك وده بيضيف عنصر الاستراتيجيه. الانماط داخل اللعب عندك وضع الكارير مود اللي تقدر برضه تبني فيه فريقك، وبتبدا في الوضع ده كلاعب مبتدئ من فريق صغير وبتعمل خطواتك للانتقال لفرق اكبر واهم. مع كل مستوى بتكسب نجوم، وكل ما تزيد النجوم دي تقدر تفتح مستويات وفرق جديده. خليني اقول لك يا صاحبي المهام اليوميه داخل اللعبه ان اللعبه بتقدم تحديات يوميه بتحقق من خلالها مكافآت اضافيه. النسخه الاحدث من اللعبه بتضيف اوضاع زي بطولات او مراحل خاصه زي مناسبات زي كاس العالم او الاستدعاء للفريق الوطني. التقدم داخل اللعبه يا صاحبي عباره عن 3 نجوم، تقدر تحصل على ال3 نجوم دول على ادائك زي عدد التمريرات الصحيحه او الزوايا المثاليه للتسديد داخل المباراه. الجرافيكس 3 دي بيخلي التجربه واقعيه جدا، وبرضه تفاصيل في تصميم الملاعب واللعيبه وحركات الكوره محسنه جدا. خليني اقول لك يا صاحبي ان اللعبه برضه هتلاقي الرابط بتاعها موجود في الوصف لو حابب تجرب اللعبه. هننتقل للعبه يا صاحبي رقم 11، وهي لعبه فوتبول برو VTC. لعبه فوتبول برو هي واحده من اشهر العاب كره القدم في فيتنام او في الكره الفيتناميه او في دوله فيتنام لعام 2023. خلينا يا صاحبي اقول لك على مميزات اللعبه كده. اللعبه فيها تحكم واداره وتقنيات فريده من نوعها، وبرضه فيها سوق انتقالات ونظام للعيبه عشان اللعبه بتمتلك حقوق فيفا برو مع اكثر من 300 نادي وحوالي 20,000 لاعب عالمي داخل اللعبه. اللعبه برضه صعب فيها وضع التدريب، وبرضه فيها بطولات عالميه داخل اللعبه. اللعبه تقدم تجربه ممتعه لمحبي كره القدم، وبتديك امكانيه فرصه بناء فريق احلامك من الصفر زي كريستيانو وميسي، وتقدر تتعاقد مع اي لاعب داخل اللعبه. مش هرغلك كتير عن اللعبه، لكن هسيب لك رابط الوصف ويشرح لك اللعبه من طقطقه لسلام عليكم. اللعبه رقم 12 يا صاحبي معانا وهي لعبه اكستريم فوتبول. لعبه اكستريم فوتبول هي لعبه كره قدم لمحبي المباريات السريعه، بتديك تجربه مختلفه عن العاب الكره التقليديه وبتخلي الاجواء اكثر اثاره. مميزات اللعبه خليني اقولها لك سريعا كده. المباراه داخل اللعبه صاحبي في مباريات 3 ضد 3، تقدر تلعب ماتشات قصيره جدا وسريعه، وده بيخلي اللعبه مليان حركه وحماس. برضه صاحبي التحكم بسيط وسهل داخل اللعبه، تقدر تختار شكل اللعيبه واختيار اللبس والالوان اللي تناسب ذوقك. تقدر صاحبي تلعب اللعبه اونلاين مع اصحابك، تقدر تعمل فريق كده او تنافس ناس ثانيه من العالم على طريق الانترنت او عبر الانترنت. جرافيكس عالي جدا وشكل جذاب، يعني الرسوميات عاليه جدا و3 دي، والملاعب متصممه بطريقه ملفته للنظر. خلينا اقول لك يا صاحبي ان اللعبه برضه بتتحكم في فريق صغير. خلينا اشرح لك يا صاحبي كيفيه اللعبه. بتتحكم في فريق صغير من 3 لاعبين، وبتحاول تسجل اكثر عدد اهداف في وقت قصير جدا
جدا، والماتشات بتعتمد على السرعه والذكاء في التمرير والهجوم. هسيب لك برضه يا صاحبي رابط اللعبه في الوصف لو حابب تجربها، وصدقني مش هتندم لو جربتها. اللعبه رقم 14 معانا يا صاحبي وهي لعبه لوبي كليب. هي لعبه كره قدم مليانه حركه وفوضى ممتعه جدا، بتسمع بالفيزياء العشوائيه واللعب الجماعي، واللعبه بتقدم تجربه مختلفه عن العاب كره القدم اللي بنشوفها. مميزات اللعبه جامده جدا. خليني اقول لك يا صاحبي ان اللعبه بتستخدم نظام الفيزياء اللي بيخلي اللعيبه يتحركوا بشكل مضحك جدا وغير متوقع. وبرضه اللعب الوضع الجماعي داخل اللعبه، تقدر تلعب مع اصدقائك او مع لاعبين مع العالم كله في مباريات 1 ضد 1 او 2 ضد 2 او 3 ضد 3. برضه صاحب الشخصيات مميزه داخل اللعبه تقدر تحصل عليها. اللعبه بتتيح لك اختيار شخصيات فريده لكل لاعب، وكل شخصيه لها اسلوبها الخاص. للاسف احداث اللعبه محدوده، يعني اللعبه بتقدم تحديات واحداث مؤقته بتديك فرصه تكسب مكافآت وتتصدر قائمه اللعيبه. التحكم بسيط جدا داخل اللعبه، لكن اللعبه بتطلب مهاره عشان تقدر تتقن التوقيت الصحيح للركلات والقفزات. رابط اللعبه صاحب هسيبه لك في الوصف تكتشف كل اسرار اللعبه بنفسك. اخر لعبه معانا صاحبي وهي لعبه هيد بول 2. لعبه هيد بول 2 هي لعبه كره قدم ممتعه وسريعه على موبايل، وتعتمد على مباريات 1 ضد 1 اونلاين. اللعبه بتتميز باسلوب بسيط ومليان حماس، وبتتيح لك فرصه التنافس مع لعيبه من جميع انحاء العالم. مميزات اللعبه خليني اقولها لك برضه بشكل سريع كده عشان حاسس ان انا طولت عليك في الفيديو ده. اول حاجه مباراه اونلاين، تقدر تلعب مع ناس حقيقيه في مباراه مدتها 90 ثانيه بالظبط، واللي يسجل اهداف اكتر هو الفائز. برضه اللعبه صاحبي فيها اكتر من 125 شخصيه قابله للتطوير، وكل شخصيه لها قدرات خاصه. قوه خارقه، تقدر تستخدم قوه خارقه زي التجميد او التجديد الناري عشان تتفوق على خصمك داخل المباراه. برضه صاحبي فيها تخصيص للشخصيه، تقدر تعدل مظهر اللاعب بتاعك باستخدام اكسسوارات وملابس مختلفه. خليني اقول لك صاحبي ان روابط جميع الالعاب هتلاقيهم كلك مختصرين في رابط واحد بس في الوصف عشان اسهل عليك طريقه التحميل. لحد هنا صاحبي وصلنا لنهايه الفيديو، فلو عجبك ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب في القناه. وبس كده بالصحاب، قول لي بقى حملت كام لعبه من الوصف، وقول لي هي اكتر لعبه عجبتك في الفيديو، وبرضه ما تنساش اللايك وسبسكرايب قبل ما تمشي. وبس كده اشوفك فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.